عمرك حسيت إنك بتعمل اللي عليك وبتدعي وبتصلي وبرضو الطريق مش بيفتح؟ خليك معايا للنهاية. الآية دي لو فهمتها صح هتغير نظرتك للتعب كله. اسمعني بهدوء، يمكن ده مش تأخير، يمكن ده ترتيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ركز معايا في الكلمة دي، مخرجا. ربنا ما قالش يشيل عنه التعب، قال يجعل له مخرجا. يعني ممكن تفضل جوه المشكلة بس عمرك ما تكون محبوس فيها. ممكن تكون مضغوط في الشغل، متأخر في الرزق، أو تايه بين ذنب وتوبة، بس طول ما في تقوى في باب، حتى لو مش باين دلوقتي. احنا مش بنتعب من المشكلة، احنا بنتعب لما نصدق ان مفيش مخرج، والآية دي بتقولك العكس. وبعدين ربنا كمل وقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني حل ما كانش في حساباتك، فرج ما كنتش متوقعه، رزق يجي في وقت كنت فاكر ان كل حاجة خلصت. لو سمعني دلوقتي وانت حاسس انك لوحدك، الآية دي مخصوصة ليك. ربنا بيقولك: أنا شايفك وأنا اللي هفتح الباب. خليك مع ربنا حتى وانت مش فاهم، حتى وانت متلخبط، وصدقني المخرج جاي. اللهم ارزقنا تقوى تجعل لنا بها مخرجا من كل ضيق، ورزقا من حيث لا نحتسب. لو الآية دي لمستك، سيب علامة علشان يوصل لحد محتاج يسمعها.